السويس رول أو البوش دونويل من أجمل الحلويات اللي ممكن تعملوها في الكريسماس. تعالوا نعمله بأسهل طريقة. هنجيب بولة ونتأكد إن هي تكون ناشفة، وهنكون مسحينها بالخل أو عصير الليمون، وده مهم جدا وإحنا بنعمل أي مرنج. هنضيف فيها 5 بياض بيض وعليهم رشة ملح، وهنضيف عليهم نص كوباية سكر. هنضربهم مع بعض على سرعة متوسطة، بعدين هنعلي السرعة وهنضرب لحد ما نوصل للسوفت مرنج. وهنجيب بولة تانية ونضيف فيها 5 صفار بيض ومعلقة صغيرة فانيليا باودر أو معلقة سايلة ونص كوباية سكر، وهنضربهم مع بعض لحد ما السكر يدوب والقوام بتاعهم يبقى متماسك ولونه فاتح. ودلوقتي هنجهز المواد الجافة. هنضيف ربع كوباية كاكاو على 3/4 كوباية دقيق، وهنضيف عليهم معلقة نشا، وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. تيجي نزود الدقيق على صفار البيض والبياض بالتبادل، يعني هنحط شوية من بياض البيض ونقلبهم وشوية من الدقيق ونقلب فولدنج علشان نحافظ على الهواء اللي احنا دخلناه أثناء الضرب. هنضيف معلقتين زيت في نص مرحلة خلط كل المكونات مع بعض، ونرجع نضيف باقي المكونات ونقلب فولدنج زي ما اتفقنا. وبعد ما نخلص تقليب كل المكونات هنصب خليط الكيك في قالب فرن مقاس 30 في 40، وهنسويه كويس جدا وهندخله الفرن على حرارة 200 لمدة 10 دقايق. وعلى ما الكيك يخرج من الفرن هنجهز الكريمة بتاعة الحشو. هنضيف كوباية من الكريم شانتيه وعليها كوباية من اللبن الساقع، وهنضربهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم يكون تقيل ومتماسك، وممكن نزود عليها معلقة كاكاو لو احنا بنحبها بالشوكولاتة. ودلوقتي هنجهز جناش الشوكولاتة. هنضيف 150 جرام كريمة على 200 جرام شوكولاتة وهندخلهم الميكرويف، ولما يخرجوا هنقلبهم لحد ما نوصل للقوام ده. وبعد ما السويس رول هيخرج من الفرن لازم نشيله من الصينية السخنة اللي كان فيها علشان الأطراف بتاعته هتنشف ومش هنعرف نلفه. وبعد ما يبرد شوية هنبتدي نفرد الكريم شانتيه اللي احنا ضربناه. تقدروا في الخطوة دي تستخدموا أي نوع مربى أو أي نوع حشو انتوا تاني بتحبوه. هنبتدي نلف السويس رول بشكل رول. هنستخدم ورق الزبدة في الخطوة دي. هنتني أول جزء من الكيك ونضغط عليه شوية، بعدين نلفه مرة واحدة وهنضغط عليه بعد ما نلفه علشان نتأكد ان هو اتلف كويس جدا، وهندخله التلاجة يتماسك لمدة ساعة. بعدين هنقطعه بالسكينة بالشكل اللي احنا حابينه. انا هقطعه بشكل جذع الشجرة علشان اعمل بيه بوش دونويل. انتوا بقى تقدروا تقطعوه شرايح او زي ما انتوا حابين. هقطع جزء كبير علشان ده هيكون جذع الشجرة، وهقطع جزئين تانيين بشكل مايل، دول هيكونوا على جوانب السويس رول علشان يديني شكل الشجرة الطبيعي. ممكن نعمل جزء واحد مش لازم الجزئين زي ما انا عملت. وهنغلف السويس رول بجناش الشوكولاتة بعد ما برد. ممكن نستخدم سباتيولا او شوكة علشان يدينا شكل غير منتظم يشبه شكل جذع الشجرة. واخر حاجة هنزينها بالبيريز او الفراولة او اي زينة انتوا بتحبوها. ممكن كمان نرش عليها رشة من الكاكاو او السكر البودرة. وبكده نبقى خلصنا سويس رول الشوكولاتة او البوش دونويل. قولولي ايه اكتر الحلويات اللي بتحبوا تعملوها ونعملها مع بعض. أتمنى تجربوا السويس رول وتبعتولي صورها وتقولي رأيكم فيها، ويا رب الوصفة تكون عجبتكم.